عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. طليت عليكم فيديو جديد وبرسات جديدة. اليوم جيتكم بوصفة مزيانة برشا، جيتكم بمقارونة تونسية مشخشخة محرحرة تعمل 66 كيف. المقارونة متاعنا لليوم باش نحضرها بالحصيرة. الحصيرة هو نوع متاع حوت، ما نعرفش في بلايص أخرى شنو يسميوه، فما اللي يسميوه سمك الراية اللي هو الحصيرة اللي نسميوها احنا. على كل نقولكم ابقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقة تحضير وصفتنا لليوم. لنا اول حاجة خذيت الحوت باش نفوحو الحصيرة كما قلت لكم، النوعية متاعها تظل كيف هكا. الحوت هذايا راهو ما فيش شوك ويجي بنين على الاخر على الاخر. على كل تو باش نفوح الحوت نتاعي عندي لفاحات لنا اللي هما ملح، فلفل اكحل، فلفل زينة، شوية هريسة عربي، كركم، ثوم، كمون وتابل. هذوما توا لفحات متاعي نصبهم كيف هكا فوق الحوت وباش نفوحو بالكدا ونخليه على شيرة يتشرب لفحات نتاعو. بالنسبة للتفويح نتاعو من المستحسن نفوحوه من قبل ونخليوه ياخذ وقته باش يتشرب لفحات هذوك الكل ويجينا بنين. نفوحو كيف هكا بالكدا وانا كيما قاعدين تشوفوا فيه. بالنسبة للحصيرة راهو احنا ما نعملهاش في الوصفات الكل، الحصيرة تجي مقلية ولا تجي مرقة ولا تجي مقارونة، هي خيارها في الثلاثة وصفات هذوما. كما قلت تجي مقلية تجي بنينة على الاخر، ولا تجي مقارونة ولا تجي مرقة، تجي كانت ثلاثة وصفات هذوما راهي. لأن توا كملت فوحت الحوت متاعي باش نخليه على شيرة كما قلت لكم يتشرب لفحات متاعو. هني توا بديت باش نحضر الصوص متاع المقارونة. حطيت الزيت هو اللول باش نضيف الطماطم، اني خديت حكة طماطم بيري كيف هكا، بطبيعة تنجموا تستعملوا طماطم كونسونطري. نحرك الطماطم نتاعي كيف هكا شوية، وتوا باش نضيف الثوم واللفاحات. نضيف توا لفاحات اللي هما ملح، فلفل اكحل، تابل، كركم وفلفل زينة. لنا زادا باش نضيف لها شوية هريسة عربي اختيارية بالطبيعة، على خاطر المقارونة يلزمها تجي محرحرة وتجي حمرا. نحرك كل شيء مع بعضه ونخلي الطماطم نتاعي تتقلى. لنا توا رجعت لها مرة أخرى باش نمرقها باش نضيف لها الماء. كملت ضفت الرند وباش نغطاها ونخليها تطيب على راحتها. رجعت لنا مرة أخرى للصوص نتاعي، نحركها كيف هكا ونتفقدها بالطبيعة. في الوقيت هذا الماء متاع المقارونة متاعي سخن، صبيت له شوية زيت، ضفت له شوية رند، وباش نملح الماء بالطبيعة حطيت الملح. وتوا باش نضيف المقارونة. بالنسبة للمقارونة اللي باش نستعملها اني اخترت باش نستعمل مقارونة فل. بالنسبة للمقارونة بالحوت اني ديما نفضل نستعمل المقارونة فل، تتماشى مع الحوت وتجي بنينة على الاخر. هذاك علاش كان لاحظتوش عليا ديما فين نعمل مقارونة بالحوت نختار المقارونة فل. نرجع توا للصوص متاعي مرة أخرى. في الوقيت هذايا توا باش نحط الحصيرة الطيب، بطبيعة اني فوحتها من قبل، خليتها تتشرب لفحات متاعها بالكدا راني بكري وقت اللي فوحتها مفوحتها قبل ما اللي نبدا نطيب، يمكن حكاية ساعة ونص ساعتين. خليتها تتشرب لفحات متاعها بالباهي. ولنا توا باش نضيفها كيف هكا في الصوص. الحصيرة راهي ما تاخوش برشا وقت في الطياب، هو الحوت بصفة عامة ما ياخوش برشا وقت في الطياب راه. نكمل نحطها كيف هكا ونفرغ كيف اللفاحات هذوك اللي تبقاو الكل، وباش نزيد نصب شويه مية زاده في الصحن باش اللفاحات الكل نكمل نحطهم في الصوص نتاعي. بالنسبه للحصيره هي اكثر حاجه تبننها وتفاوحها وتخليها تجينا بنينه وفاوحه هما الثوم والكمون. كيف نخليوها راقده في اللفاحات هذوك الكل ومعاهم الثوم والكمون راهي تجي بنينه على الاخر.
نخلي توا الصوص متاعي تكمل تطيب على راحتها ما بين حضرة المقارونة متاعي. وهذه المقارونة لنا حضرت. نرجع توا مرة أخرى للصوص. لقيت هذايا باش نكمل نضيف لها لي جرينات متاع الفلفل ما ياخوش برشا وقت في الطياب، راهو جيست باش تهز غلوة ونطفي عليها النار. هذه المقارونة متاعي توا بعد ما اللي طابت صفيتها من الماء متاعها باش نحط نسقاها. اول حاجه باش نخرج مرسوات الحصيره كيف هكا، ونولي نحط الصوص متاعي على المقارونه ونخلطها. الوصفه دي جربوا حضرها بالطريقه هذه، راهي بنينه على الاخر على الاخر، حتى اللي ما يحبش الحصيره يولي يحبها، صدقوني راهي تجي بنينه على الاخر. وكما قلت لكم راهو النوع متاع الحوت هذايا راهو نعملوا به 3 وصفات، اللي هما نجم نحضروا به مقارونه، ولا نعملوه مقلي، ولا نعملوه مرقة. راهو بنتو في 3 وصفات هذوما، ويحب الفيحة، راهو يحب الثوم ويحب الكمون. كلكي سوا باش نحضروه مقارونة ولا مقلي ولا في المرقة، يلزم نحضروه، يلزم نفوحوه بالكدي بالكدي ونخليوه يتشرب الفحات متاعو. وتوا بعد ما اللي كملت خلط المقارونة، نجيب المرسوات متاع الحصيرة نحطهم كيف هكا، وقرينات الفلفل، وهذه وصفتنا لليوم، وهذايا كان الشكل متاعها. ما شاء الله نودكم وما نشهيكم. كما قلت لكم راهي وصفة بنينة على الاخر. الوصفة تاعنا لليوم كما شفتوا حضرنا مع بعضنا مقارونة بالحصيرة، وصفة بنينة برشا. مقارونة جات مشخشخة محرحرة تعمل 66 كيف. على كل ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي تاع اليوم، وإلا كان عجبتكم ما تنساوش باش تشجعوني باللي جيم، لي كومنتير، البارتاج، تشاركوا الوصفة بين أصحابكم وأحبابكم. وإذا كانك أول مرة تشاهد قناتي، نحب نقولك تنجم تنضم للقناة بالضغط على زر الاشتراك سابوني وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديدي. واني تو متبقالي كم باش نقولكم إن شاء الله في فيديو جديد. على بروشين وبسلامة.